السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة ب3 طبقات اقتصادية قوي، سهلة وسريعة، بدون خلاط، بدون كريمة، بدون شوكولا. نقدر نقول ان هما 3 طبقات من السعادة، 3 طبقات هتاخدك لعالم تاني خالص، حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. وكمان نقدر نقول ان هي مش كيكة عادية، هي بمثابة تورتاية. هتشوفوا معايا الخطوات، يلا بينا ندخل على الطريقة. الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ نحضر مع بعض كيك الشوكولاتة بطريقة مفيش ابسط من كده. بس اول خطوة بنعملها عشان نسهل على نفسنا هي خلط المواد الجافة. المواد الجافة دي عبارة عن 1.5 كوباية من الدقيق، 2 معلقة كبار من النشا، بحط عليهم باكت من البيكنج باودر او الكيك شيف. هو الكيك شيف الصراحة بيكون هايل جدا. بنخلهم بالمنظر ده كده، وبعدين بنزل عليهم بذرة ملح بسيطة قوي، دي بتظبط معانا الطعم جدا، وهديهم تقليبة حلوة كده مع بعض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبكده خلصت اول خطوة معانا، وهي خلط المواد الجافة. كده نركنها على جنب ونشوف اللي بعد كده. بس عايزة اقول لكم حاجة، ان كل انواع الكيك المكونات بتاعته ثابتة معروفة، بس بتختلف في المقادير او في الكميات، وكمان تكنيك العمل بيختلف من كيكة للتانية. يلا بقى نكمل مع بعض. انا هنا جبت البولة بتاعتي، بولة كبيرة عشان هخلط فيها كل المكونات بتاعتي، وبنزل فيها ب3 حبات من البيض. مهم قوي البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهبتدي اضربهم بالويسك بالمنظر ده كده. حابة تستخدمي الخلاط اوكي، حابة تستخدمي المضرب الكهربائي اوكي، بس دي اسهل طريقة بالويسك العادي. هضربهم لحد ما نشوف تغير اللون من الاصفر اللي انتوا شفتوه الاول لحد ما اوصل للون الفاتح اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي. كمان في كمية فومز هايلة، يعني معنى كده ان انا دخلت هوا كتير قوي. مهم قوي الخطوة دي تاخد حقها يا بنات. بعد كده هبتدي انزل عليها بالسكر، وبرده ضرب السكر مع البيض مهم قوي. نضربها حوالي من 3 ل 4 دقايق لحد ما يتكون عندي خليط كريمي لونه فاتح خالص، شايفين بالمنظر ده كده. وبعد كده هبتدي اضيف الحليب. انا هنا استخدمت 1 كوباية من الحليب، بضيفه بالمنظر ده وبديهم تقليبة مع خليط السكر والبيض بالمنظر ده كده. من اهم عوامل نجاح الكيك ان كل المكونات بتاعتنا تكون بدرجة حرارة المطبخ بتاعنا، مينفعش نستخدم الحاجة سخنة او ساقعة. وبعد كده نزلت ب0.5 كوباية من الزيت، بديهم تقليبة كويسة، وبعدين هبتدي اضيف الدقيق بتاعي. هضيف الدقيق على دفعتين، انا نزلت بنص الكمية، وبديهم تقليبة مع الخليط السائل بالمنظر ده كده. وبعدين هبتدي اضيف عليهم الكاكاو. هستخدم 3 معالق كبار من الكاكاو. طبعا الكوب المعياري ثابت معايا في كل الانجريدينتس، وكمان المعالق المعيارية دي اللي انا بعاير بيها اي حاجة تخص الكيك. طبعا الكاكاو اللي انا بنزل بيه بحب انخله بالمنظر ده كده، وحبيت اوريكم ان بيكون فيه حبيبات وتكتلات بالمنظر ده، فلازم ننخله كويس قوي زي الدقيق بالظبط. وبعدين هبتدي امكس الكاكاو مع الخليط بتاعي، واخيرا بقى هنزل بالدفعة التانية او النص التاني من الدقيق بالمنظر ده كده. وهنا بقى التقليب بيكون بالراحة. الخطوة دي بتتعمل بطريقة بشويش شوية، مش بنسرع ايدينا قوي في خلط الدقيق مع المواد السائلة بتاعتنا، طبعا عشان الدقيق ما يخرجش مادة الجلوتين بتاعته، وبالتالي الكيك بتاعنا هيطلع ناشف معانا. ده طبعا القوام الايديال للكيك بالمنظر ده كده. كده الكيكة خلصت معانا. هبتدي اجيب الصينية بتاعتي مقاس 28، وبنزل فيها بشوية من الزيت، شوية صغننين كده، وابتدي اوزعهم في الصينية كلها، فوق وتحت وفي الجناب وفي كل مكان. حابة تعفري الصينية بتاعتك بشوية دقيق كده وتوزعيهم كويس جدا في الصينية، تمام قوي وزي الفل. حابة تستخدمي بارشمنت بيبر بالمنظر ده، وبتقصيها على قد الصينية بتاعتك زي ما انا عملت كده، يبقى تمام وزي الفل، كل حاجة معانا تمام. مش حابة تضيفي بارشمنت بيبر ولا دقيق وتكتفي بالزيت برضو تمام. احنا كده جهزنا الصينية بتاعتنا ونزلنا فيها بخليط الكيك. بجد خليط الكيك ايديال قوي، وكمان ريحته تجنن ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي اخد الصينية بتاعتي وبخبطها كده خبطتين في الكاونتر قدامي بالمنظر ده كده، عشان نخرج الهواء ما يعملش فراغات بين الكيك. وبعدين هبتدي اخد الصينية وادخلها الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة او ماكسيمم 45 دقيقة على حسب مدى قوة الفرن عندك. وبعد كده نبتدي نجهز مع بعض الطبقة التانية. وعشان اجهز الطبقة التانية اللي هي طبقة الكريمة، بحتاج 1/4 كوباية سكر، وبضيف عليهم 2.5 معلقة كبار من الكورن فلاور او النشا، وعليهم بضيف باكو من الكريم كراميل، ده النوع اللي انا استخدمته. طبعا الكريم كراميل ممكن تستبدليه ببيضة، تمام.
وعليهم بضيف 3 كوبايات من الحليب بالمنظر ده كده. وبعدين هبتدي ادوب المكونات بتاعتي في الحليب كويس جدا بالويسك بالمنظر ده كده. وخلي بالكم ان التقليب ده كله على البارد، احنا لسه ما فتحناش النار. تمام. بعد ما اتاكدت ان المكونات دي دابت كويس هبتدي اولع النار بتاعتي متوسطه لحد القوام ما يتقل معانا ويبدا في الغليان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. القوام تقل جدا. بعد كده هبتدي اضيف عليه معلقه كبيره من الزبده، انا ضفت مكعبين من الزبده، وبضيف عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا، وبديهم تقليبه بالمنظر ده كده. وبعد كده بطفي النار، وكده الطبقه التانية اصبحت جاهزه. يلا نشوف هنعمل ايه. دي الكيك بتاعنا بعد ما خرجته من الفرن. الكيك برد تماما. اهم حاجه الكيك يكون بارد خالص. عايزه تكملي في الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكيك تمام، حابه تنقليها في قالب من بتوع التشيز كيك بالمنظر ده كده، اوكي زي الفل. وهبتدي اصب عليها الطبقه التانية اللي احنا لسه مجهزينها وهي سخنه بالمنظر ده كده. بس اهم حاجه الكيكه بتاعتنا تكون بارده تماما. الحاجه الوحيده اللي انا عملتها ان انا شلت طبقه من فوق كده اللي هو وش الكيك، شلته بالسكينه وبعدين نزلت بخليط الكريمه بالمنظر ده. هسيبه يبرد تماما وادخله التلاجة لمده ساعه لحد ما يتماسك. وتعالوا بينا نجهز الطبقه الثالثه مع بعض، وهي جناش الشوكولاته او كريمه الشوكولاته الاقتصاديه او صوص الشوكولاته اي اسم. المهم هنحتاج ايه؟ هحتاج نص كوبايه من الكاكاو الخام، وبضيف عليهم 3/4 كوبايه سكر، وعليهم 3 معالق كبار دقيق او نشا، ده او ده. وهبتدي اقلب المكونات الجافه دي مع بعضها كويس جدا. وبعدين هضيف عليهم 1.25 كوبايه من الحليب، حليب بارد مفيش اي مشكله. وبدوب المكونات دي مع الحليب كويس جدا. وبعدين هبتدي افتح عليهم النار بالمنظر ده، وبرده على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد القوام ده ما يتقل معانا بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده، ويبدأ معاكي في الغليان بالمنظر ده كده. طبعا هنسيبه على النار لمدة 2-3 عشان القوام يتقل معانا كويس جدا. بعد كده بطفي النار وبضيف معلقة كبيرة من الزبدة، وعليهم معلقة كبيرة من الزيت، واخيرا بقى نص معلقة صغيرة من الفانيليا، واديهم تقليبه بالمنظر ده كده. وخلاص كده صوص الشوكولاته اصبح جاهز عندنا او جناش الشوكولاته. بعد كده هبتدي اخد كريمه الشوكولاته بتاعتي وبنزلها في طبق جانبي بالمنظر ده كده، وهسيبها تبرد تماما. بس المهم عندنا ان احنا لازم نغطي الطبق بتاعنا بكلانج فيلم او بارشمنت بيبر او حتى كيسه من اكياس التلاجة، كيسه نظيفه كده، وبنغطي الطبق بالمنظر ده كده وبسيبه يبرد تماما. بعد الطبقات كلها عندي ما بردت وطبقة الكريمة اتمسكت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي اضيف عليها كريمة الشوكولاتة بالمنظر ده كده. طبعا تقدري تضيفي الكميات زي ما تحبي. حابة تضيفي الكمية اللي احنا عملناها كلها تمام، حابة تضيفي جزء منها وتحتفظي بالباقي اوكي. انا صراحة ضفت الكمية كلها على وش الكيك بالمنظر ده، وببتدي ارتبها واسوي الوش بالمنظر ده كده. وخلاص كده الكيكة او التورتايه بتاعتنا اصبحت جاهزه. وبالنسبه لخطوه الديكوريشن دي طبعا خطوه اختياريه، وكمان تقدري تزينيها باي حاجه موجوده عندك. ممكن تضيفي شوكليت شيبس، فارماسيل ملونه، جوز هند، مكسرات مجروشه وعليها رشه قرفه، اي حاجه موجوده عندك. وعلى فكره مهم جدا ان احنا ندخل الكيكه بتاعتنا التلاجة لمده ساعه او 2 لحد طبقه الجناش اللي على الوش دي ما تتماسك شويه، وبعدين نخرجها ونقطعها لاولادنا. طبعا ولادنا بيفرحوا بالحاجات دي جدا. ودلوقتي جاءت اللحظة المنتظرة واللحظة المحببة لقلبي، وهي لحظة تقطيع الكيك. هنبتدي نقطع مع بعض الكيكة بالمنظر ده كده. طبعا ولادي ما صبروش، فهي ما قعدتش في التلاجة كتير، فالجناش هتلاقوه سايح سنة كده سيكة. وهنبتدي نقطع الكيكة بالمنظر ده كده. بصوا ال3 طبقات بجد احلى من بعض، طبقة الكريمة وطبقة الجناش وطبقة الكيك نفسه، ال3 احلى من بعض، عاطين ميكس كده في البق، ميكس رائع. والاهم من التقطيع ان احنا لازم ندوق الحاجة اللي احنا عملناها. بجد الكيكة دي في منتهى الجمال واللذاذة، طعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم 3 طبقات من السعادة، 3 طبقات من الطعامة، حاجة كده تجنن. بجد ولادي فرحوا بيها جدا. بحترم رأيهم قوي في اي وصفة انا بعملها سواء حلو او حادق.
بس طبعا اي حاجة بسيطة بتعمليها في البيت لولادك فالاولاد بيتجننوا عليها، والاهم كمان ان انتي ضامنة نظافة الحاجة اللي انتي عاملاها لولادك. فبجد الكيكة دي يا جماعة جربوها مش هتندموا، كيكة خطيرة. سيبوني بقى اعيش اللحظة كده وانا بدوق وبستمتع بالجمال والطعمة دي كلها. طبعا الكيك تقدري تقطعيه باشكال كتيرة قوي، تقدري تعمليه مثلثات او تقطعي الكيكايه كلها مربعات. ودي بقى الطريقة الترندي حاليا اللي هي بالكاس كده بتقطعي، بتديكي سيركل حلو قوي بالمنظر المرتب اللي انتوا هتشوفوه ده. بجد شكلها تحفة، طعمها ده حكاية بقى، حكاية لوحده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو وشير وسبسكرايب في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار مني بوصفاتي الجديدة. باي باي، في رعاية الله، اشوفكم على خير.